أهلا بيكم. ده الجزء الثاني من حلقة إيصال الأمانة. لو حضرتك ما شفتش الحلقة كاملة ممكن تروح تشوفها وتيجي تكمل الجزء الثاني. كلمتك في آخر الحلقة على إن في 3 حالات بيكون الإيصال الأمانة ضعيف في الإثبات قدام المحكمة. أنا النهاردة جاي أقول لك على ال3 حالات دول. أول حالة وإن يكون إيصال الأمانة ضمان مش في واقع التسليم حقيقية، إن يكون الإيصال الأمانة ده اتحرر كضمان ولكن حضرتك ما استلمتش فلوس، ففي الحالة دي المحكمة بتحقق القضية وممكن بنسبة كبيرة تحكم لك بالبراءة. الحالة الثانية وإن يكون إيصال الأمانة البيانات اللي فيه غير صحيحة ومتناقضة مع نفسها، زي ما قلت لحضرتك إن إيصال الأمانة بيبقى عبارة عن 3 أطراف، ألف وب وجيم. ألف استلم الفلوس من ب علشان يسلمها لجيم، فحضرتك الأطراف دي بتكون بياناتها غير صحيحة أو الاسم غير صحيح، فهنا بيشكك في حقيقة الإيصال. الحالة الثالثة وهي الأكثر يعني ممكن تداولا، إن يكون في تعديل أو قشط، أو إن بيانات المبلغ اللي مكتوب في صدر الإيصال بتكون عكس بعض، زي ما يكون حضرتك تم تعديل بالشطب أو بإضافة أرقام أو بإضافة حروف. وطبعا ده لما القضية بتتحال لأبحاث التزييف والتزوير الكلام ده بيتصدر ببساطة. كمان إن يكون المبلغ اللي مكتوب بالعربي غير اللي مكتوب بالأرقام، يعني بيكون في تناقض واضح بيشكك المحكمة في حقيقة الإيصال. عاوز تكمل باقي القصة اللي قلتها في الحلقة الأولى؟ والله أنا لقيت لما قريت القضية الآتي: لقيت إن المتهم بتاعي ده استلم الفلوس اللي مكتوبة في صدر الإيصال اللي هو مبلغ 200,000 جنيه علشان يسلمه لوالده. طبعا كان الموضوع بسيط، إن أنا أقدر أثبت قدام المحكمة إن المتهم بتاعي ده من بلدة، وإن الابن والأب مقيمين بنفس قرية، بل أكثر من ذلك إن هم مقيمين في نفس البيت. وطرحنا الموضوع وعملنا محضر إثبات حالة وسمعنا فيه شهود للواقعة بإن والله ما كانش فيه واقعة تسليم حقيقية. وكمان قدمنا مذكرة بالدفاع بتحتوي على كل أسباب البراءة لإيصال الأمانة. والمحكمة حالت الدعوة للتحقيق واستدعت المجني عليه بشخصه وسألته. المجني عليه في التحقيق بصراحة الراجل يعني ادانا بنسبة كبيرة البراءة واحنا واقفين في الجلسة، إن هو قال إن هو يعرف المتهم بتاعي ده بقاله فترة كبيرة، وإن المتهم ده قال له إنه كان بيحصل له فلوس اللي هو بتاع المعرض بتاعه. وطبعا استدعاه وقال له أنا عايزك تيجي تستلم مني مبلغ 200,000 جنيه علشان تروح تسلمهم لوالدي. قال الكلام ده في التحقيق. فالقاضي قال له وقتها: طب حضرتك كنت واخد الفلوس دي رايح بيها فين؟ قال له والله أنا كنت رايح معرض عربيات علشان أشتري عربية، وبعدين والدي اتصل بيا في المعرض التاني وقال لي إنه محتاج المبلغ ده، فأنا اتصلت على الراجل اللي بيشتغل معايا ده، وهو في الحقيقة لا بيشتغل معاه ولا يعرفه. اتصلت عليه علشان يجي يودي الفلوس لوالدي. فالقاضي قال له: طيب وأنت جبت العربية من معرض العربيات من معرض السيارات؟ قال له: لا أنا كنت بيني وبينهم تعامل فرحت جبتها عادي. قال له: طب أنت يعني هتروح معرض السيارات تجيب العربية والمقدم اللي أنت كنت واخده ده راح لوالدك وهم يوافقوا؟ قال له: اه احنا بينا وبين بعض تعاملات من زمن. فإن المحكمة سألته قالت له: طيب انت بتقول ان انت تعرفه من زمان، طب انت لما كان بيحصل لك فلوس او بينك وبينه معاملة، انت خليته يمضي على الايصال ده قبلها ولا وقت الفلوس؟ قال له: لا، الايصال ده ساعة ما سلمته الفلوس اديته الايه، خليته يحرر لي ايصال امان. فطبعا كان في هنا تناقض واضح ما بين اقواله، لانه يعرفه من زمان وانه واخد عليه المفروض ضمانات وان هو يحرر الايصال ده. فطبعا المحكمه اتشككت في الواقعه واتشككت في الامر وقضت لنا بالبراءه. لو عايز تشوف الحلقات الجايه ما تنساش تتابعني وتصلي على النبي في الكومنتات، ولو حد عنده سؤال او استفسار يكتبه لي وانا ان شاء الله هرد عليه.